السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل اليمن. السلام عليكم يا أنصار الرسالة المحمدية. السلام عليكم يا أنصار الدعوة الخالدة. السلام عليكم يا حفاظ العقيدة. السلام عليكم يا حماة الإسلام. والله جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فوطنكم هي البلدة الطيبة، وربكم الله هو الرب الغفور. أيها اليمانيون، يا صناع المجد، يا كتب التاريخ، يا أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. ويقول: أنتم أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة. يقول شاعركم وهو يذكر انتصاركم لدعوة لا إله إلا الله ونصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن اليمانون يا طه، تطير بنا إلى رواحي، إلى معالي العلا أرواح أنصاري. أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. هنا مهد العروبة، هنا انتصر الإسلام، هنا انطلقت رسالة شرح الحديث النبوي والسنة عبر القرون المفضلة، فهي بلد الإسلام وبلد العروبة. لا تحزن يا شعب اليمن، فإن مع العسر يسرا، وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فقد تجاوزتم المحن بامتياز، حتى يقول مؤلف التوحيد عندكم: لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى. كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. ما دام أنكم تسجدون لله فأبشروا بالمدد من الله، وأبشروا بالعون، وأبشروا بالغنى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من عنده، والله يعدكم مغفرة وفضلا، والله واسع عليم. لا تحزن يا شعب اليمن، فما دام أن قلوبكم تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف يتولاكم. فأنتم على كتاب الله وعلى منهج الوسط سوف تعيدون الحضارة التي انطلقت من هنا. ومن أعظم مدن العالم في العالم والتاريخ هي صنعاء الحضارة، صنعاء الإسلام، صنعاء المجد، صنعاء الثقافة والأدب. فلا بد أن تعيدوا هذا، ومن هذا الصرح، ومن هذه المنارة، ومن هذا المكان الذي يدرس فيه الكتاب والسنة ومنهج الوسط، لتعيدوا مسيرة المجد الإسلامي الماضي. جاءنا المجد فقلنا أنت من؟ قال: من جند الهدى أهل اليمن الميامين، إذا ما قوبلوا صانع الحكمة والنهج الحسن، وهم أنصار مبعوث الهدى، جيش غمدان مع بن ذي يزن. اللهم وفق رئيس وحكومة وعلماء ووزراء وشعب اليمن لما تحب وما ترضاه. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أزل كل ما يخيفهم وما يكدرهم، اللهم أنزل عليهم الإيمان والأمن والسكينة يا رب العالمين.